انا طريقتي هي ريم طارق، هي اللي هي حاليا مرات حسن شاكوش. ده قال اللي هي كانت مخطوبة 3 سنين. لا هي متجوزة مش مخطوبة، هي متجوزة وبعدين الفرح موجود والقسيمة موجودة وأي حد والشهود موجودة، بيت الجواز موجود. معاك صور؟ معايا صور. فين الصور دي؟ أهي صورة. الكلام ده كان من كام سنة؟ الكلام ده من 1.5 سنة. انت النهارده مبسوطه في حياتك وربنا يسعدك، لكن ما تاذيش غيرك. يعني تنازلي، انت واخده كل حقوقك، تنازلي عن القضيه اللي انت رافعاها عليا ورجعي لي انا حقوقي كل حاجتي وانت ربنا يسعدك. انا مش هبقى ضحيه، انت بتعملي معايا كده ليه؟ طلقت ليه؟ لا ما انا قلت لك دي ظروف خاصه انا مش هينفع اتكلم فيها. حد من الساده المشاهدين ممكن ما يقول لك الواد ده كداب. لا هو انا حاليا انا عامل الحلقه دي مش علشان كذب او صدق، انا من كل اللي انا عايز اوصل له انا عايز اعيش في سلام وعايز حقوقي. انت بص يا احمد، حقك انك تحافظ على حاجات كانت بينك وبين كده، ده حقك. بس انت بعت الرساله ليه؟ بعت لنا الرساله كان في دماغك ايه؟ انا بعت رساله لوالدها عشان يتنازل عن القضايا. الكلام ده قبل ما تبعت لنا احنا الرساله. قال لي اعلى ما في خيرك اركبه. القضايا دي اللي هم مضوك على ما اعتقد ب 150 و100. وانت مضيت عليهم بالسلاسه دي ليه؟ 150 دول مؤخر ومثبوتين في قسيمه الجواز، فمضيت على ان دول 150,000 جنيه مؤخرها. بالظبط كده. طيب مضيت وقت الطلاق؟ مضيت وقت الطلاق لان السبب اللي انا مش اللي هو انا ما مش راضي اتكلم فيه دلوقتي، هو السبب ان انا مضيت الايصالات دي وانا ما فيش اي حاجه. يعني دي ظروف خاصه بيني وبين الزوج، يعني بين طليقتي، انا مش هينفع اتكلم فيها دلوقتي. انت بتشتغل ايه؟ انا صاحب مركز صيانه سيارات.